1 2 3 ضم. دكتور أيوب. نعم. في حاجة كان لازم أوضحها لحضرتك. أيوه. 1 2 3 ضم رجليك، مش إحنا. أنا آسف. لا معلش. أنا آسف جدا. معلش. حقيقة آسف. لا معلش، ما حصلش حاجة. كده يا فندم كويس. لا مش للدرجة دي. كده يا فندم كويس. كويس، عشان أقدر أحس بخطوتك اللي جاية. عارفة يا نسمة أنا بحس بسعادة مطلقة لما أكون موجود معاك. وأنا كمان سعيدة جدا إن أنا قدرت أتعرف على إنسان حاصل على جائزة الدولة التقديرية. مين ده؟ أنت يا دكتور. فعلا. بس عارفة يا نسمة ميسة، أنا ما استحقش الجائزة. اللي يستحقها حقيقة ابن عمي عالم الجيولوجيا. ده لو رجع. أيوه. راح يستكشف حركة الكثبان الرملية في بحر العواصف في الصحراء الغربية. بقاله 3 سنين ولسه ما رجعش لغاية دلوقتي. 3 سنين؟ أيوه يا فندم. بس تعرفي سيادتك كلنا عندنا أمل إنه يرجع تاني. وزي ما قال عمي الكبير الله يرحمه، لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. لكن ده مصطفى كامل اللي قالها. ما هو ده يبقى عمي الكبير. مصطفى كامل يبقى عمك الكبير. دكتور أيوب، أنت من عيلة هايلة. ما علشان كده أنا سميسة ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير. أطلع إيه أنا وسط كل دول؟ يا دكتور أيوب أنت إنسان عظيم. أنا سميسة ما عندكيش فكرة، الوقت اللي بقضيه معاكي بيعدي زي النسمة. بس أنا مع الأسف الشديد مضطر أستأذن. ما لسه بدري. أصل الحقيقة الأستاذ صلاح فؤاد لما عرف إن أنا هتعشى مع سيادتك قال لي أبقى أقابله بعد العشاء. ليه يا دكتور أيوب؟ أنا طبعا مش من حقي إن أنا أتدخل في حياتك الشخصية، لكن حقيقي مش مفروض إن أنت تختلط بإنسان زي ده. لسه ميسة إنسان زي ده ممكن أفهم منه حاجات كتير أوي أوي وأتعلم منه حاجات أكتر. تعلم منه إيه بس يا دكتور؟ ده أنت إنسان مثقف واخد دكتوراه. دكتوراه في العلوم، مثقف في الأدب والتاريخ. لكن تأكدي يا نسا إن في حاجات في الدنيا كتير ما عنديش أي فكرة عنها. حاجات زي إيه؟ حاجات زي أنسة ميسة، ممكن أكلمك بصراحة عن نفسي أكتر؟ يا ريت. أنسة ميسة، أنا وقتي محصور ما بين مراجعي ومعملي وتجاربي. إنما لما قعدت مع الأستاذ صلاح فؤاد واتكلمت معاه شوية حسيت إن في حاجات كتير أوي ضايعة مني، حاجات هو بيفهم فيها كويس أوي. صدقني يا دكتور أيوب، الحاجات اللي زي دي ما تستاهلش إنك تعرفها من واحد زي صلاح. يعني مثلا الحتت اللي هو هياخدني فيها الليلة دي قال لي إن أنا هنبسط فيها أوي. حتت إيه؟ ما اعرفش والله يا انسه، انا مش فاكر الاسم بالظبط، لكن هو قال لي ان هيوديني مكان في واحده ست بترقص ومش لابسه هدوم. انا اسف التعبير، ان هي مش لابسه هدوم، لابسه هدوم قليله قوي يعني الحقيقه. كباريه. افتكر هو ده الاصطلاح اللي استخدمه الاستاذ صلاح فؤاد بالظبط. هو قال لي ان انا هكون مبسوط هناك قوي. تفتكر يا دكتور أيوب إنك هتكون مبسوط لو شفت واحدة تقريبا مش لابسة هدوم بترقص قدامك؟ الحقيقة مش عارف، لكن الإنسان لازم يجرب كل شيء، مش كده ولا إيه يا أنسة ميسة؟ خلاص يا دكتور أيوب، لو نفسك تروح كباريه مفيش داعي إنك أنت تروح مع اللي اسمه صلاح ده. أنا هوديك. أنتي؟ أيوة أنا. ميرسي.
ادي مفتاح الجناح اللي حجزته لك في الاوتيل، والحساب مدفوع مقدما. أنسة ميسة، أنا مش عارف أقول إيه الحقيقة، بس مش من المفروض إن الست هي اللي تصرف على الراجل بالطريقة دي. اولا الوكاله هي اللي بتحاسب على كل حاجه، ثانيا انت مش انسان عادي يا دكتور. أنسة ميسة، أنت بتكسفيني كده، أنا خجول جدا منك. يلا بينا يا دكتور. الله، مش هو ده صلاح فؤاد؟ والله، لكن مين الأمورة اللي معاه دي؟ تلاقي واحدة جديدة هيضمها الحريم بتاعه. بس يا ترى مربي دقنه كده ليه؟ ما بين واحدة وواحدة وهيلاقي وقت يحلق. عندك حق. خير. شيء مدهش، حقيقة شيء مدهش. تحكم عظيم في العضلات، مش كده برضه ولا ايه؟